نص معلقة سكر ومعلقة خميرة ومي فاترة، وخمرنا الخميرة أو فورناها، حطيناها بالعجانة. وللأسف أنا هون بعتذر منكم، راح الفيديو تبع العجن. المهم حطيت 4 كاسات طحين، وحطيت عليهم مي فاترة، وحطيت معلقتين لبن رايب. اللبن بيعطي طراوة للمطبق الفلسطيني، ولأي عجينة بيعطيها طراوة ظريفة. وحطينا زيت زيتون، خلينا نكون متفقين، حصريا زيت زيتون. مطبق فلسطيني يعني زيت زيتون، ولا أي نوع تاني، زيت زيتون. وهلا احنا بنتركها ترتاح، بنحط عليها زيت الزيتون عشان ترتاح وتقدر تخليها تمد. كل ما نحط عليها زيت زيتون وارتاحت بزيت الزيتون وهي ارتاحت، بتمد وبتعطينا نتيجة كتير أفضل للمطبق الفلسطيني. هون هلا احنا ارتاحت العجينة عنا. هلا برجع أنا بلم العجينة وبطالعها من العجانة، وبعد ما طالعها شايفين كيف طرية ولازم تضلها تلزق شوي. بعد ما بطالعها أنا من العجانة، لازم العجينة بالإيدين. هل بيلبس كفوف بالعجينة؟ أنا بقول له لا، للأمانة العجينة بدها تحس بدفى الإيدين. عشان تعطيك نتيجة بدك تكونوا أظافيرك وإيديك نضاف، لابسين مريول مطبخ، لأنه الطحين إلا يجي على الأواعي. والأفضل عشان العجينة ما تلامس أي إشي من أواعينا وتضل عجينتنا نظيفة، لازم نكون لابسين مريول مطبخ عشان نكون متفقين، بالذات العجينة. هلا احنا هون بنرجع بنعجن العجينة عشان تاخد من ايدنا، تاخد من حرارة ايدنا، عشان تمشي معنا العجينة وتتفاعل معنا العجينة. فعلا يا حبايبي انا النقاط اللي عم بقولكم اياها كتير كتير مهمة جد. جربوها وامشوا معي خطوة خطوة، وحارجع اعملكم فيديو تاني ازبط من هاد. بس هذا هلا كمان كتير ممتاز. شوفوا كيف هلا هون انا قطعت العجينة، وهلا بنكور كل قطعة وبنحط لها زيت زيتون، ولازم ترتاح. مو كورناهم هون، هي أول قطعة كورناها وحطيناها، بنعجنها وبنكورها. لازم العجينة تاخد من الإيدين، من راحة الإيدين، من دفى الإيدين. بدك العجينة تمشي معك بدها تاخد دفى. العجينة بالذات اللي ما بيلبسوا لها كفوف، وهذا الشيء أنا هيك بعرفه وأنا متأكدة منه وأنا هيك درسته. كانوا يقولوا لنا بدك تعطيكي العجينة بدك تحني عليها، تتعاملي معها بحنية بين إيديكي. والمطبق الفلسطيني بحب الزيت الزيتون، هو هيك اللي بده ياكل شي على أصوله بده يسخب زيت الزيتون. يعني بتاكل معكم زيت زيتون منيح. كل طابة عم نحط لها زيت زيتون، تسخب تاكل زيت زيتون. فكونوا كريمين بزيت الزيتون عشان تاكلوا أطيب مطبق فلسطيني. هون خلصنا تكوير هون. هلأ هون أنا مديتها، شايفين كيف بتنمد معنا؟ بتنمد كتير ظريفة. ولو شقشقت معكم ما في مشكلة. حطيت الزعتر مغسول بخل ومعصور منيح ومحطوط له بصلة، أنا بحب دبل البصلة، وملح وليمون وسماق وزيت زيتون، هذا أصوله. ومنفرد زعتر فريش، ما بينفع زعتر يابس ولا أي زعتر. ومنلم العجينة على الزعتر. شفتوا كيف الطريقة لميتها؟ وبفردها بإيدي. هلأ هون بنرجع بنحط كمان زعتر، وبنفرد الزعتر منيح منيح. بنرجع بنجيب الجنب هذا بنحطه. وبدكن هون كمان تحطوا زعتر بصير لا بترجعوا بتحطوا. بهي المرحلة بدنا نتركها ترتاح كمان. شو هلأ احنا صرنا ثالث راحة أول شي لما عجناها ريحناها، ولما قطعناها ريحناها، وهلأ لما فردناها وحشيناها كمان لازم ترتاح قبل ما تفوت على الفرن. هي تاني مرة عم بعملها معكم عشان تشوفوا الطريقة. فردنا العجينة، ما بدها شوبك ولا مرق، بتفرد بإيدك رأسا. طول ما هي فيها زيت زيتون تفرد بالإيد رأسا. وحافظوا على نظافة إيديكم لأنه العجين والطحين بده نظافة. شايفين هون شقشقت؟ بالعكس هيدي الشقشقة هي الزكاوة. بنسكرها وبنرجع بنحط زعتر. شايفين الزعتر؟ وحصرا بدها سماق بلدي طيب، اي سماق تاني ما بيعطيكي نفس الطعمة. وما تحطوا ملح ليمون لانه بيشعط بالزعتر.
رجعنا حطينا زعتر، وبينفع نعمل مطبق سبانخ، وبننفع هاي الطريقة نعمل منها مطبق بصل. أنا عاملة مطبق بصل بأرجيكم إياه كمان. وبنرجع بنحطها لا ترتاح عشان نقدر نرجع نفردها. هي احنا هيك عم نريحها مرحلة ثالثة، وعليها زيت زيتون. وهي كمان وحدة عملتها معكم، سهلة سهلة كتير. اللي بيعمل أول وحدة وتاني وحدة وتالت وحدة بصير يقول بدي أعمل كمان وكمان وكمان. والمطبق كتير 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 طيب، فعلا المطبق الفلسطيني طيب. وبنرجع بنتنيه هاي كمان مرة يا بنات عشان تحفظوا يا حبايبي الطريقة سهلة. هيك صارت عنا طبقات. طبعا في طريقة تانية انه احنا بنرق العجين وبنحط له زيت او طحين، بنصير نرقه طبقات 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 وبنحطهم فوق بعض وبنرجع بنرقه مرة تانية وبنرجع بنحطه. صدقوني كمان الا اعملها معكم لانه هديك كمان روعة. بس هذا مطبق ظريف وسريع. هون انا عم حط بصل وسماق وزيت زيتون. هذا اسمه مطبق البصل. هذا انا بعمله من ايام زمان وبحبوه اولادي كتير. ولا دجاج ولا شيء، مجرد ما بدبل البصلة على الغاز، خليها هيك تتدبل، ما تستوي تروح نيفة، لا لا لا، تتدبل بتعطي طعم كتير طيبة. وبحط لها السماق وبفردها وبطبقها مثل المطبق الفلسطيني بالضبط. كتير عندي الأولاد بيحبوها كتير كتير. بتمنى تجربوا البصل مع المعجنات أو مع المطبق، كتير طيب فعلا طيب. نفس الشي سكرناه وبنفرد العجينة شوي بالطول، بنرجع بنحط كمان بصل واسخب البصل وبنسكرها وبنحطها لترتاح. شقشقت ما في مشكلة، بالعكس كتير بتعطي طيبة. حتى لو تمزعت العجينة، هي طيابتها انه تشقشق معك العجينة وتعطي طعمة. هلا هون بعد ما ارتاحت مرحلة ثالثة، هلا احنا هون بنفردهم عشان نفوتهم على الفرن. بينفردوا شوي شوي طول ما عليهم زيت وارتاحوا، بينفردوا بطريقة كتير سهلة ما بتتعذبوا فيها. وطبعا انا بحب احط تحتهم ورق زبدة افضل، ومع انه هن ما بيلزقوا بالصواني، بس هيك افضل. وهي كمان رقيتهم هدول كلهم عم برقهم عشان فوتهم على الفرن. هدول هلا هيك جاهزين ليفوتوا للفرن. كل ما رقيتيها كل ما اعطتك نتيجة افضل. والبصل رقيته كمان، شوفوا كيف طلع. والبصل طيب كتير كتير كتير، جد طعمته خرافية. وهون طبعا استووا وطالعناهم يا حبايبي. بس لما بنطلعهم من الفرن قبل ما بنحطهم، الزعتر اللي بيكون زايد بالزعتر والزيت زيتون ومية البصل ومية السماق اللي بيكونوا بالطشط، انا بدهن فيهم الوش بعد ما بيطلعوا من الفرن وهن سخنين. جربوهم وصحتين.